السلام عليكم. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. النهارده ان شاء الله هنعمله حلقه عن تفريز المانجا. يلا بينا كده ونشوفوا احنا هنعمل ايه. تعالوا معايا. بعد ما بنقسمها 2 كده بتجيبي معلقه وطبعا بتاكلي منها وبألف هم. ودي طريقه منجاي زي ما انا شايفه كده. بصوا بقى يا جماعه، معايا طريقه جميله لتفريز دي طريقه تفريز المانجا. انا بنحطها من السنه للسنه، احطها في الفريز ويطلع لي كده. طب انا جاني ضيف، بنطلعها سيبها قيمه 10 دقايق بره او نحطها 5 دقايق في ميه وبنبدا نعمل ايه بقى. طريقه بقى تفريز المانجا بعد كده اما نطلعها ونعملها معجون عصير نعمل ايه. بنمسك دي كده ونقطعها كده خلاص، وبنيجي نمسك التانية كده ونقطعها كده. بصوا بقى الطريقة دي جميلة جميلة جميلة. مؤاخذة يا جماعة. بنيجي هنا، انا عملتها اهو طلعت اهي. بتيجي هنا وتروحي جاية سلتاها. بصوا بتنخلي معاكم. ايه رأيكم؟ طلعت كلها. نعمل واحدة كمان تحت هنا برضو. بتيجي هنا وبتسلتيها من الجلدة دي وتروحي جاية خليها برضو. اسهل طريقة انا وصلت لها اللي هي دي. ادي المانجايه اتسلتت معايا بكل سهولة. وبعد كده بتعملي ايه بقى؟ بتجيبي دي عشان تاخدي منها حتة الجناب اللي هنا دي اهي. طبعا القشرة دي بتطلع بقى خلاص اهي، بتبقى فاضل حتة يجوز بيها صغيرة دي اللي انا هنعملها عصير بقى ان شاء الله، وهنوريها لكم برضو، هنصورها لكم وانا بعملها عصير. المانجايه طلعت قدامي بحالها. ايه رايكم؟ دلوقتي انا معايا 4 طرق. معايا دي تحط على الطرق، معايا دي العصير المعجون، معايا دي الشرايح ماشي، ومعايا دي اللي هي بتقطعها 2 وتاكلها بالمعلقه، ومعايا دي بقى الطريقه بتاعتنا احنا اللي احنا بنقشرها طريقه التقشير ونقعد بقى ايه ناكلوها بحالها كده. ودي طبعا احلى طريقه انتوا عارفين، انما بتاعت المعلقه دي برستيج. يا رب تكون افكاري النهارده في المانجا تكون عجبتكم، وانتظروني في حلقه جديده. ما تنسوش تصلوا على النبي. السلام عليكم.